كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وربنا يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير. أخيرا شاومي بعتت المي اي 14 للريدمي نوت 10 والبوكو اكس 3 NFC. انت بتسأل امتى التحديث ده هينزل على تليفونك؟ دي القائمة الرسمية من شاومي للأجهزة اللي هيوصل لها التحديث في الربع الأول من 2023. المهم النهارده هنتكلم مع بعض عن أهم المميزات الجديدة للتحديث، واللي هم 4 مميزات، والمرة دي في عيبين بس، كان كل مره مفيش عيوب خالص، الدنيا قل خيرها. المهم اول ميزه في التحديث دوت هو اول ما تفتح الاعدادات هتلاقي شكل الايقونات اللي من الجنب دي هتتغير، وبدل ما كان كده في الميو اي 13 بقى كده في الميو اي 14. الشكل ده يعني الى حد ما كويس. اول حاجه مرئيه كده في التحديث. وتاني حاجه اتغيرت هنا هي الخلفيات، ودي طبعا لازم تكون موجوده في كل تحديث. هو اي نعم ضافوا خلفيات كتيره حلوه ممكن تعجبك، يعني عندك الخلفيه دي حلوه والخلفيه دي برضو حلوه. كل الخلفيات بصراحه المره دي اللي ضافوها كانت حلوه، بس انا مش بحب الخلفيات بتاعتهم بصراحه. ممكن ابقى اعمل لكم فيديو عن التطبيقات اللي انا بجيب منها الخلفيات بتاعتي، لو حابين ابقوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات. المهم عجبك اي خلفيه منهم حطها عادي براحتك، انت حر يعني. ثالث حاجه اتغيرت هنا وهي البحث في الاعدادات. بيقول لك ان البحث في الاعدادات بقى منظم اكتر، وبقى فيه سجل او هيستوري للحاجات اللي انت بحثت عنها. الموضوع من وجهة نظري مش ملموس قوي، ميزة يعني مش كله بيبحث في الاعدادات الا قليل يعني. يا عم ماشي حتى لو انت بتبحث، بس يعني ميزة مش ملموسة، يعني مش اضافة قوية في الواجهة. يعني كنت مستني مثلا انيميشن يبقى اسرع، الواجهة تبقى اخف، الباجز تقل، مثلا الاعلانات تتحاش، وخصوصا الاعلانات اللي موجودة في تطبيق الفيديو اللي هي اعلانات مستفزة جدا ومش بتتشال باي طريقة. فكل الحاجات دي لو كانوا شالوها وعدلوها كان هيبقى احسن من ان هو يعمل لي هيستوري في الاعدادات بتاعه البحث. يعني كده دول كانوا الثلاث مميزات اللي اضافهم التحديث الجديد. انا قلت في اول الفيديو 4، معلش هم 3 بس. اي حد يقول لك حاجه غير ال3 دول فهو بيضحك عليك، لا اما معاه فلاج شيب زي البوكو اكس 5 برو مثلا، او الشاومي 13، او الشاومي 12 برو اللي نزل في الصين. فغير كده التليفونات المتوسطه والاقتصاديه هي دي المميزات بس اللي ضافوها في التحديث الجديد. نروح بقى للعيوب، واللي هم عيبين. اول عيب وده ملحوظ جدا في النوت 10 عن البوكو اكس 3 هو السخونه. التليفون كان بيسخن بطريقه مش طبيعيه اوقات حتى وهو بيبقى مقفول. مش عارف ليه، ممكن يكون البوكو مثلا مش بيأثر فيه الكلام ده عشان هو فيه تبريد مائي، لكن الموضوع هنا فعلا كان بيحصل، وبيحصل على اوقات متفرقه بصراحه، مش كل يوم ومش طول الوقت. بس احنا مسحنا من عليه كل الالعاب، مش عارف بقى ايه السبب. انا مسح كل الالعاب ومش بلعب. ممكن اختي الصغيره بتلعب العاب خفيفه مساحتها مش كبيره يعني، فانا مش عارف ايه السبب بصراحه. فممكن شاومي تبعت تحديث، بس هي مش بتبعت تحديث بصراحه يحل اي حاجه الا بعض الحاجات الخفيفه وكده، ومش بتعمل الكلام ده طول الوقت كمان. تاني عيب الموبايل تقل شويه في الاستخدام اليومي. يمكن الموضوع ده مش هتلاحظه غير لما تلعب بابجي. اللعبه بقت بتهنج، وخصوصا في البوكو اكس 3 اللعبه كانت ثابته لها فتره زمنيه طويله. يمكن انا حسدته في الفيديوهات اللي انا كنت عملتها عنه قبل كده في القناه، بس لا الموضوع بقى غريب شويه. الموبايل بقى بيسقط فريمات عن الاول، بس بصراحه الموضوع ده مش ثابت. يعني ممكن مثلا جيم يسقط فريمات، الجيم التاني لا اللعبه شويه تبقى مستقره، خصوصا لما الجو يبقى حلو كده وفي شويه هواء ساقعين. ممكن يكون بسبب الصيف برضو، احنا داخلين على الصيف. بس لا الموبايل فعلا اداؤه قل يمكن 20% عن الاول. ما انصحش اي حد يحمل التحديث ده ويصبر شويه لغايه لما يجيب اخر حاجه مع التحديث، ويستحسن اصلا ما تحدثوش. وبرضو لو جالك اندرويد 13 ما تحسنوش، عشان اندرويد 13 دوت هيقلل لك الاداء 60% و40% تاني. البوكو استحمل تحديثات اندرويد كتير من 10 تقريبا ل 11، ومن 11 ل 12، وهيبقى من 12 ل 13. 13 ده هيجيب اجل التليفون انا واثق. كده لغايه هنا يكون فيديو النهارده خلص. اكتب لي رايك تحت في الكومنتات عن التحديثات الجديده اللي حصلت ديت، وهل لو انت جالك التحديث ده هتحدث ولا لا. وبس اكتب لي رايك اكتر ميزه عجبتك، مثلا في ميزه انا ما قلتهاش اكتبها لي تحت في الكومنتات، مش عيب يعني. اعمل لايك، سبسكرايب، شير الفيديو. مش عارف شير الفيديو دي بتبقى تقيله على بعض الناس يعني شويه، بس اهو حاول يعني. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.